عاملين ايه؟ وحشني جدا. انا بقالي كتير ما بجيش النادي، معلش بقى كان عندي مذاكرة كتير قوي الفترة اللي فاتت. ما كنتوش بتلعبوا معايا عشان موضوع الفيديو برضو صح؟ البنات في النادي كانوا بيجيبوا سيرتك كتير، بس احنا بنحبك. هي الناس ما عندهاش حاجة تسليها غيري ولا ايه؟ بعد اذنكم يا بنات. اتفضلي يا نورة، مستنيينك. هي راحت فين؟ تمارا، تمارا. آي الحقوني! ايه ده؟ الحقيني يا نورة، انا اتعورت. اهدي مفيش حاجة، ما تقلقيش. انا مريضة هيموفيليا، يعني لو ما رحتش المستشفى واخدت حقنة حالا هفضل انزف لغاية ما اموت. ما تخافيش، انا مامتي دكتورة، هكلمها وتقول لنا نتصرف ازاي. ردي يا ماما، ردي والنبي. مفيش وقت نكلم حد، وديني المستشفى. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ساعدنا يا عم وارجوك، لازم نروح المستشفى. انت كويسة؟ ايوه، الامن جابنا اقرب مستشفى. طمنا يا دكتور. هي نزفت جامد ومحتاجين متبرع بفصيلة دم A نيجاتيف اللي للأسف نادرة. طب كلمتوا أهلها؟ أيوة، وهم جايين في الطريق. مطلوب متبرع حالا بالدم من فصيلة نادرة وهي A نيجاتيف، أرجوكم في أسرع وقت. البوست بتاعك هو اللي عمل كل ده؟ تقريباً. يا رب يلاقوا فصيلة دم تمارا. نورة، إحنا مش بس لقينا فصيلة دم تمارا، إحنا كمان لقينا متبرعين بالدم من فصايل تانية عايزين يبقوا سبب في إنقاذ ناس تانية. حقيقي شكراً. طب هي تمارا كويسة؟ الحمد لله. أقدر أشوفها؟ شكراً يا نورة إنك أنقذتي بنتي. أنا ما عملتش حاجة يا طنط، الحمد لله على السلامة. أنا آسفة يا نورة، أخدت السكيت منك من غير ما تعرفي. أنا كان نفسي بس ألعب بيه. الحمد لله إنك كويسة. لما تخرجي من المستشفى لازم نبقى أصحاب ونبقى نلعب أي حاجة بقى غير السكيتنج. يعني مش هتخافي تخرجي معايا؟ بالعكس، ده أنا هفرح جدا.